السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. معكم كريمة، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم فلان رويال الشمالي. كما كتشوفوا معايا كنتمنى فعلا انكم تجربوه لان كيستحق التجربة. كيوجدوه في الافراح وفي المناسبات، اي مناسبة عندنا كنوجدوه. كيجي رائع بزاف. حاولت نعطيكم جميع التفاصيل وابسط المقادير اللي ممكن انكم توجدوهم. كما كتشوفوا معايا القوام ديالو، وهذا هو الشكل ديالو كما كتلاحظوا معايا. وندوزو دابا للمقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. هادو هما المقادير اللي عندي. هنا انا ما غاديش نحتاج الطرون، ما غاديش نعمل الطرون، غادي نعمل اللوز. عندي هنا 100 غرام ديال اللوز اللي كيكون محمر، غادي نطحنو بالقشره ديالو. في عود الطرون غادي تعملوا اللوز. غادي نحتاجو فلان رويال ديال 4 الاشخاص كما كتشوفوا معايا، وغنحتاجو جوج من هاد النوعيه هذا ديال الفلان. اللي ما عندوش هادو يعني خارج المغرب غادي يستعمل اي العلبه ديال الفلان صغيره اللي كتكون في نص لتر ديال الحليب. غادي نحتاج لتر ديال الحليب. وبالنسبه للكريمه غادي نحتاج نص لتر ديال الكريمه. اي نوع ديال الكريمه عندكم المهم تكون مزيونه. بالنسبه للكريمه عندي حلوه. وكذلك بالنسبه للفلان حتى هو كيكون بالسكر، فلان رويال كيكون بالسكر. وعندي نص كاس ديال السكر، انا ما غاديش نضيفه كامل، غادي نضيف غير ربع فقط. وبالنسبه للفلان رويال كيجي مع الكراميل ديالو. ما كانش عندكم الفلان رويال بالكراميل غادي تعملوا 4 ديال العلب ديال هذا ديال الصغير فلانتشينو الصغير. وغادي تعملوا الكراميل، غادي توجدوا الكراميل منزلي. هنا غادي نعمل نص لتر ديال الحليب في الكاسرونه، غادي نضيف عليهم العلب ديال الفلان. هنا عندي جوج وواحد كبير ديال فلان رويال، حتى هو ديال نص لتر ديال الحليب. ولكن بما ان الكريمه كتكون ثقيله شويه يعني كنكتفي بثلاثه فقط، يعني جوج صغارين وواحد ديال فلان رويال. بالنسبه للسكر كما قلت لكم انا ضفت غير 4 كاس ديال السكر لان الكريمه حلوه والفلان رويال حتى هو كيكون حلو. صافي هنا ضروري كنحركو والحليب كيكون بارد كما كتشوفوا معايا. عاد كنضيفوا الباقي ديال الحليب، نص لتر ديال الحليب الثاني، يعني المجموع لتر ديال الحليب، وغادي نضيفوا عليهم نص لتر ديال الكريمه. هاد المقادير هما اللي كيخدموا بهم في الافراح والمناسبات. هنا بالنسبه للكريمه كانت عندي انا في المجمد جبدتها، وكانت باقي شويه ما ارتبط شويه، ولكن ماشي ضروري، صافي كنجبدها وكنخدم بها عادي. هنا الكاس الاول كيوزن 200 ملي، يعني الكاس ديال العنبه يكون مملوء كما شفتوا معايا، ماشي الكاس الصغير، كاين الكاس الصغير منه كيشبه له. وكاين نوعيه واحده اخرى يعني كتوزن، هذاك الكاس كيوزن غير 160 ملي. بالنسبه للوز كما كتشوفوا معايا بعد ما طحنته كطحنوه بالقشره ديالو. وبالنسبه للكريمه ضفت جوج ديال الكؤوس ونصف ما يعادل 500 ملي. كنخلطو دائما مزيان على البارد. وهنا غادي نوجد المول. عملت المول عادي ديال الكيكه الكراميل اللي كان عندي من قبل. ما كانش عندكم الكراميل غادي تعملوا 2 معالق ديال السكر ومعلقه ديال الماء، وغادي تعملوهم فوق النار على نار مهيله حتى كيبدا يذوب السكر. عاد كتحركوا ومباشرة كتوضعوهم في المول اللي غادي تخدموا به. صافي هنايا وضعته فوق النار ضروري مع التحريك المستمر كما كتشوفوا معايا. وصافي بعد ما كتطلع فيه الغليه كيكون المول عندي واجد، ومباشرة كنفرغ فيه قبل ما يبرد شويه. ضروري يكون باقي سخون لانه فلان كما كنعرفوا راه دغيا كيعقد، دغيا كيبرد. صافي المول عندي واجد. بالنسبه للمول 22 سنتيم. وبالنسبه لهذا القياس هذا راه كيجي هو هذاك مع العلو ديالو، كيجي هو هذاك كما قلت لكم. هذا القياس اللي كيخدموا به في العراسات وفي الافراح والمناسبات. صافي كما كتشوفوا معايا هنا بدل كيخدموا بدل كنعملوا اللوز كيعملوا الطرون كيتعمل يا اما 100 غرام يا اما 150 غرام، يعني على حسب المستطاع. صافي كما كتشوفوا هنا غادي نخليه في المطبخ شويه وغادي نوضعوه في الثلاجه. هنا انا خليته ليله كامله لان كان باقي لي الوقت. غطيته وخليته في الثلاجه غير من الاسفل، ما كنعملوش في المجمد نهائيا. افلام بصفه عامه ما كيتعملش في المجمد، لان الا تعمل في المجمد ملي غادي تجبدوه غادي يطلق الماء. فلان كنعملوه غير في الثلاجه من تحت. شوفوا الشكل ديالو وهذاك اللوز اللي عملنا. هنا كنزيد نزينو بشويه د اللوز ايفيلي. التزيين كيبقى اختياري، ماشي ضروري انكم تعملوا نفس التزيين. هنا كنضيف هنايا شويه ديال التوت. المهم كما قلت لكم التزيين كيبقى اختياري، ممكن تخليوه كيف ما هو وتزيدوا عليه شويه ديال لاصوص كراميل او تقدموه بالطريقه اللي بغيتو. صافي هذا الشكل باش قدمته انا. كما كتلاحظوا كيجي العلو ديالو هو هذاك القياس، عطيتكم قياس مضبوط كما كتلاحظوا معايا. نتوما غادي تشوفوا معايا القوام ديالو. كما كتشوفوا راه ضروري كيتقدم بارد. كما كتلاحظوا معايا راه كيتقطع بكل سهوله. القوام ديالو كريمي
ولذيذ في نفس الوقت، فيه واحد اللذة صراحة رائعة، كنتمنى فعلا تجربوه. وبالنسبة لفلان رويال دابا راه حاليا يعني متوفر في جميع المدن المغربية كما كتلاحظوا. هذا هو الشكل ديالو. وكما قلت لكم ممكن تعوضوا الفلان رويال تزيدوا غير هذوك العلب ديال فلانشينو. ما كانش عندكم هذاك تعملوا اي نوع ديال الفلان اللي كيكون اللي كنعملوه في نص لتر ديال الحليب، لان اصلا هو كتكون مكتوبه فيه القياس ديالو. يا اما كتعملوه في نص لتر ديال الحليب، الا كان كبير مثلا كتعملوه في لتر ديال الحليب. وكما كتشوفوا هذا هو القوام ديالو، كما كتشوفوا قوام كريمي. هنا غادي نكون وصلنا اخر الفيديو. كنتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، ونتمنى يكون عجبكم الفيديو. الى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله.